في عالم تصنع فيه النجومية تحت أضواء الملاعب ويرفع فيه اللاعبون إلى مرتبة الأبطال، يكفي تسريب واحد أو تحقيق غامض حتى تبدأ الصورة في التشقق. كيف يمكن لنجوم يصفق لهم في المدرجات أن يتحولوا فجأة إلى أسماء مرتبطة بملفات سوداء؟ وهل نحن أمام انحرافات فردية معزولة أم أمام ظاهرة أعمق تعكس تداخل المال والسلطة والشهرة؟ ومن يحدد في النهاية أين تنتهي الحقيقة وأين يبدأ التلاعب بالرأي العام؟ القضية التي تفجرت في إيطاليا مؤخراً والتي طالت أجواء الدوري المعروف باسم سيري A لا يمكن قراءتها فقط كخبر فضائحي عابر. التحقيقات التي تحدثت عن شبكة منظمة تقدم خدمات دعارة راقية داخل دوائر مغلقة من رجال أعمال ومشاهير كشفت عن جانب خفي من عالم النخبة، حيث تتحول العلاقات إلى صفقات والمتعة إلى تجارة والخصوصية إلى مادة قابلة للتنصت والتسريب. غير أن العنصر الأكثر حساسية في هذه القضية هو إدراج أسماء لاعبين ضمن سجلات أو مكالمات دون أن يكونوا بالضرورة متهمين بجرائم مباشرة. هنا تحديداً يبدأ الخلط الذي يغذي الرأي العام. مجرد الذكر يتحول إلى إدانة، والاشتباه يصبح في نظر الجمهور حقيقة. في مثل هذه القضايا يجب التمييز بدقة بين 3 مستويات: الفعل الجرمي والاشتباه والاستغلال الإعلامي. الفعل الجرمي يتعلق بمنظمي الشبكة الذين تشير المعطيات إلى تورطهم في تسهيل الدعارة وربما غسل الأموال. أما الاشتباه فيتعلق بأسماء وردت في التحقيقات دون إثبات قانوني على تورطها. ثم يأتي المستوى الثالث وهو الأخطر، حيث تتدخل الآلة الإعلامية لتعيد تركيب القصة بطريقة تجعل من كل اسم مادة للإثارة بغض النظر عن دقة المعطيات. هذا التداخل هو ما يمنح القضية بعدها الحقيقي، ليس فقط كفضيحة أخلاقية بل كدراسة في كيفية صناعة الرأي العام. عندما نربط هذا السياق باسم مثل أشرف حكيمي فإن الأمر يصبح أكثر تعقيداً. حكيمي الذي يواجه أصلا قضية قضائية في فرنسا تتعلق باتهام بالاغتصاب لم يحسم بعد، يجد نفسه بشكل غير مباشر داخل مناخ إعلامي مشحون، حيث تخلط الملفات وتربط القضايا ببعضها دون أساس قانوني. من الناحية الموضوعية لا توجد أي معطيات رسمية تربطه بالفضيحة الإيطالية، لكن من الناحية الرمزية فإن وجوده في دائرة الضوء يجعله عرضة لأي إسقاط أو تأويل. هذه إحدى مفارقات الشهرة. اللاعب لا يحاكم فقط داخل المحكمة بل أيضاً داخل الوعي الجماعي، حيث لا تطبق قواعد الإثبات بل تحركها الانطباعات. السؤال الذي يفرض نفسه هنا ليس فقط ماذا حدث بل كيف يروى ما حدث، لأن السرد في مثل هذه القضايا لا يكون بريئا دائما. التوقيت على سبيل المثال يلعب دورا حاسما. عندما تظهر فضائح من هذا النوع قبل مواعيد كروية كبرى أو خلال فترات حسنة في مسيرة لاعبين فإنها تكتسب وزنا مضاعفا. ليس بالضرورة أن يكون ذلك نتيجة مؤامرة محبوكة، لكن من المؤكد أن البيئة الإعلامية والاقتصادية المحيطة بكرة القدم تجعل من كل خبر قابلا للاستثمار، سواء لرفع نسب المشاهدة أو للتأثير على صورة أشخاص أو مؤسسات. ثم هناك جانب آخر أكثر عمقاً يتعلق بطبيعة العلاقة بين كرة القدم والسلطة الاجتماعية. اللاعب المحترف اليوم ليس مجرد رياضي بل هو علامة تجارية وصورة عامة ومصدر تأثير. لذلك فإن أي تصدع في هذه الصورة لا يقرأ فقط كخطأ شخصي بل كاهتزاز في نموذج كامل يسوق للجمهور. من هنا تأتي شدة التفاعل مع مثل هذه القضايا، لأنها تمس فكرة النجم المثالي التي يتم بناؤها بعناية ثم تنهار بسرعة أمام أول اختبار أخلاقي أو قانوني. ومع ذلك يبقى من الضروري العودة إلى المبدأ الأساسي: القضاء وحده هو الذي يحدد المسؤوليات وليس العناوين الصحفية أو التفاعلات على مواقع التواصل. ما يحدث في إيطاليا هو تحقيق مفتوح، وما يتداول عن اللاعبين هو في معظمه معلومات غير مكتملة أو خارج سياقها القانوني. أما القضايا الأخرى مثل ملف حكيمي في فرنسا فهي مسارات مستقلة يجب أن تفهم ضمن إطارها الخاص دون خلط أو تعميم. في النهاية تكشف هذه القضية عن شيء يتجاوز كرة القدم نفسها.
إنها تطرح سؤالاً عن حدود الحقيقة في زمن السرعة، وعن قدرة الجمهور على التمييز بين الخبر والتحليل، بين الوقائع والتأويلات. وربما الأهم أنها تذكرنا بأن النجومية مهما بلغت لا تحمي من الشك، وأن الصورة اللامعة التي نراها على أرض الملعب تخفي وراءها عالماً أكثر تعقيداً، حيث تختلط القوة بالهشاشة والنجاح بالمخاطر والضوء بالظل.